السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. كل عام وانتم بألف خير. الشهر الفضيل قرب والتحضيرات على قدم وساق. هنعمل مع بعض مخلل الليمون بزيت الزيتون، من أسهل وأسرع أنواع المخلل للليمون. إن شاء الله حيكون في القناة فيديوهات كتيرة لطرق منوعة لمخلل الليمون. اليوم حبيت أعمل معاكم أسرعها وأسهلها. نبدأ بسم الله. أول شي بحتاج لليمون مقاسه كبير، بنظفه كتير منيح من برا وبدي أسلقه. طبعا الليمون هذه الأيام تحفة. بضيف مية مغلية بالطنجرة وبسلق حبات الليمون من 7 ل 8 دقائق مش أكتر، ما تزيديش عن هذا الوقت. تمام هيك. الآن بدي أحضر الخلطة إله. بحتاج لزيت زيتون، خل، ملح، كركم، بابريكا، وحبة البركة، شطة مطحونة خشن، وفلفل أحمر مكبوس. لكل كيلو ليمون بحتاج ل4 معالق كبار من الملح، 2 كوب من زيت الزيتون، بدي أضيف الشطة المطحونة حسب الرغبة، تقريبا معلقتين كبار من خل العنب الأبيض، معلقة صغيرة كركم، ومعلقتين صغار من البابريكا، وحبة البركة بدي أضيف 4 معالق صغار. وبالنسبة للفلفل الأحمر برضو حسب الرغبة، لأنه موضوع إنه يكون حراق هذا وكيف أنتوا بتحبوه. بخلط الخليط كتير منيح. والآن بعد ما طلعت الليمون من المية وتركته يبرد تماما بدي أقطعه. بقطع الليمونة أرباع بالشكل هذا، وكل ربع بقطعه قطع متساوية بالحجم. تمام هيك زي ما انتم شايفين. بعد ما قطعته كله بدي أضيفه على الخليط وأخلطهم مع بعض منيح كتير. تمام هيك بخلطهم. بكون محضرة المرتبانات وبضيف فيها الليمون، والباقي من زيت الزيتون والخليط كله بضيفه فوقهم. بحط قطعة من النايلون وبغطيهم وبتركهم. هو يفضل انك تتركيه 2 3 وتاكلي منه عشان الليمون ياخد من طعم الخليط، ولكن ممكن تاكلي منه تاني يوم مباشرة، ما فيش اي مشكلة. وهيك عملتي اسهل واطيب مخلل ليمون على الاطلاق. يا ريت تشاركوا الفيديو عندكم حتى يشوفوا اكبر عدد من اصدقائكم، وكل عام وانتم بألف خير. حياكم الله.